بدايه فيديو جديد. فكره الفيديو بتاعت النهارده حلوه جدا يا جماعه. من المفترض يا جماعه ان احنا جايبين منتجات بلدنا مصريه 100%، وهنقيم وهندوق بما يرضي الله. قبل اي حاجه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا يا جماعه نجيب منتجات بلدنا. زي ما انتم شايفين يا جماعه ده كيس الحاجه. جبنا شيبسي اول حاجه، منتجات مصريه 100% يا جماعه. وجبنا عصير كمان يا جماعه. نبدا بايه؟ نبدا بالشيبسي اول حاجه. نبدا باول حاجه الشيبسي. يلا بينا يا جماعه نبدا اول حاجه بالشيبسي يا جماعه. والله العظيم هنقيم بما يرضي الله، واكيد ده مش اعلان يعني، لان القناه بتاعتي صغيره يعني، فما حدش عارفنا لسه. والله انت ظريف جدا. هنبدا اول حاجه بتايجر قدامكم اهو. بعد كده قدامكم صنع، اكيد قدامكم صنع في النص يعني، عارفين اكيد تايجر غني عن التعريف يعني. يلا بينا نبدا. زي ما انتم شايفين دي الشكل بتاعها، زي ما انتم شايفين. يلا سامعين صوت القرمشه؟ سامعين صوت القرمشه يا جماعه؟ قسما بالله والله العظيم اقسم بالله ما تطبيل 10 من 10 منتجات بلدنا. يلا بينا نخش. زي ما انتم شايفين والله قبل اي حاجه ده شكل الكيس اهو. ده شكل الكيس، وديت شكل الشيبسية كده. والله العظيم جميله اقسم بالله، مش مقاطعه، ومنتجات مصريه 100%. 10 على 10 منتجات بلدنا. تايجر خرج عن السيطرة. يلا بينا نخش على تاني حاجه اللايم. اللايم برضه يا جماعه من نفس شركه تايجر، يعني تايجر عامله تايجر وعامله لايم برضه. ده المفروض ان هو بالكباب، تمام؟ زي ما انتم شايفين شكل الشيبسيه عامله ازاي؟ دي شكلها. يلا بسم الله. بصراحه تقييمي اديها 8 من 10. ليه 8 من 10؟ لان اول حاجه انا ما بحبش الكباب. تاني حاجه دي اصلا ايادي مصريه 100%، فاحنا ندعم منتجات بلدنا يا جماعه. والله ما في بعدها اقسم بالله. طعمها جامد جدا يعني. شايفين كميه الشيبسي اللي فيها عامله ازاي؟ وبكده يا جماعه نكون قيمنا الشيبسي التايجر اديله 10 من 10 بما يرضي الله والله. والله 8 من 10 لان انا ما بحبش الكباب. لو كان بطعم الجبنه او حاجه ثانيه كنت اديت له 10 من 10 والله. ويلا بينا نخش على البسكوت. على البسكوت يا جماعه. اسمه اونيرو. زي ما انتم شايفين ده شكل الكيس، تمام؟ مصري 100% يا جماعه. يلا بينا نشوف هو بيقول ايه. زي ما انتم شايفين دي الكميه يا جماعه، زي ما انتم شايفين، ودي شكل البسكوت. يلا بينا ندوق بسم الله. بصراحه عشان ما اكدبش يعني هو مش حلو قوي، اديله 6 من 10. هو يعني حلو للعيال الصغيره وكده يعني، بس كتجربه للناس الكبيره يعني. في بعض منكم ممكن يكون بيحب هو طعمه قريب من اللوتس، بس يعني هو ايه، مش حاسه بصراحه. انا مش ما بحبش انا اللوتس قوي يعني. فدي ده شكله قدامك اهو. ودي شكل البسكوت. معلش انا فرمت الكيس فمش مهم. هو ده شكله النهائي يعني. ويلا بينا نخش على نوع تاني من البسكوت. ويلا بينا يا جماعه نخش على الفريسكا. برضو الفريسكا يا جماعه في بعض منكم يعرف ان هي منتجات مش اجنبيه يعني، لا هي منتجات مصريه 100% يا جماعه. مكتوب عليها صنع في مصر اهي. وده شكل البسكوت ب5 جنيه بس يا جماعه. قبل اي حاجه حابب اقول لكم ان الشيبسي كان سعره 10 جنيه. كيس الشيبسي ب 10 جنيه، وكيس البسكوت اللي انا دقته واديته 6 من 10 ب5 جنيه، ودي برضو ب5 جنيه. يلا بينا نفتح ونشوف هو بيقول لي برضو. زي ما انتم شايفين يا جماعه هي عباره عن بسكوته، زي ما انتم شايفين كده، تمام؟
يلا بينا ندوق. بسم الله. ايه الصدمة دي؟ قسما بالله يا جماعة، قسما بالله رايق، قسما بالله والله العظيم اقسم بالله 10 من 10 ومش تطبيل، والله 10 من 10 منتجات بلدنا، وان شاء الله من نجاح لنجاح منتجات بلدنا ان شاء الله. ومن هنا ورايح مفيش غير منتجات بلدنا، كله نبني، كله مصر وكله منتجات مصر ان شاء الله. يلا بينا نخش على كلكم بتحبوه، نخش على عم جمعه فرايداي ونخش على ايس كريم عامه. يلا بينا. شايفين يا جماعه اول نوع معانا من شركه جيرسي اسمه كوناتا، زي ما انتم شايفين كده. جيرسي يا جماعه انتوا عارفين اكيد شركه جيرسي، منتجات مصريه والله 100%. طبعا يا جماعه انا كنت لاقي الحاجات دي قبل كده، انا بجيب الحاجات اللي انا بحبها عشان اوريها لكم بس البسكوت اللي هو ده اول مره ادوقه بصراحه. يلا بينا ندوق كوناتا مع بعض. بسم الله. زي ما انتم شايفين يا جماعه تحفه فنيه، زي ما انتم شايفين هو عباره عن قرطاس وسعره 10 جنيه، زي ما انتم شايفين المكسرات اللي عليه. يلا بينا ندوق والله اقيم بما يرضي الله. تعالى قرب كده، زي ما انت شايفه كده من جوه عامل ازاي. وعايز اقول لكم ان هو مدروس صوص من النص كده، مدروس حرفيا. يلا بينا ندوق كده حته كمان. والله اديله 10 من 10 والله مش تطبيل اقسم بالله، لان انا بحب الحاجات دي اصلا وجايب لكم الحاجات اللي انا بحبها علشان اديكم يعني نبذه عنها عشان تشتروها انتوا وتوفروا في فلوسكم يعني وكده، بدل ما انت تروح تجيب اي نوع من الايس كريم تروح وتكون عارف انت عايز تجيب ايه يعني. كوناتا اديها 10 من 10 وبما يرضي الله. يلا بينا نخش على النوع الثاني. طب يا جدعان هنبدا بالعصير الاول علشان الثانيه ساحت، فحطيناها في الفريزر شويه علشان تجمد. هنبدا بجهينه الاول. جهينه منتج برضه طبيعي و يعني زي ما انتم شايفين كده جهينه ومنتج مصري 100%. يلا بينا يا جماعه نبدا ونشوف. هنجيب كوبايه كده ونشوف هو بيقول ايه. زي ما انتم شايفين يا جماعه جبنا كوبايه وفضيناه فيه. انا مش عارف هو اللون عامل كده ليه، شبه عصير الليمون. يلا بينا نبدا ونشوف هو بيقول ايه، واحنا هنشوف كده توت كده بسيط نستكشف هو بيقول ايه. بصراحه يا جماعه اديله 8 من 10. ليه 8 من 10؟ لان انا بصراحه ما بحبش الاناناس، يعني في انواع تانية، في فواكه، في الفواكه، وفي يعني في حاجات، في انواع تانية وفي حاجات تانية. زي ما انتم شايفين دي شكل العلبه، الشكل النهائي للعلبه يعني، وعامله 10 جنيه بس. وبصراحه 8 من 10 او 10 على 10 منتجات بلدنا بصراحه. يلا بينا يا جماعه نخش على اخر نوع من الايس كريم. ويلا بينا يا جماعه نخش على عم جمعه فرايداي. المفروض ان ده فرايداي فولكا. تشوفوا الله الحلاوه دي. زي ما انتم شايفين يا جماعه هي ساحت والله، يعني مش عارف ساحت اكيد من الحر، يعني بقالي كتير شويه كده سايبها، فهناخد حته كده ونشوف. قسما بالله جامد، قسما بالله جامد. فرايداي عامة أي حاجة فيها يعني أي منتج من فرايداي قسما بالله 10 على 10. يعني لو انتوا عايزين اجيب لكم منتجات اكتر من فرايداي عرفوني في الكومنتات وانا هجيب لكم كل انواع فرايداي. وبكده يا جماعه نكون خلصنا الريفيو لفرايداي. الحاجات كلها اللي احنا جبناها، احنا مش جايبين حاجات كتير يعني علشان يعني جايبين حاجه كده من كل نوع علشان ايه نقول لكم اللي احنا بنحبه بس. تقييم لللايون زي ما انا قلت لكم 8 من 10 لان عشان بطعم الكباب بس، وده اديله 10 من 10 لاني بحبه اصلا وبجيبه على طول، وده اديله 6 من 10 لاني يعني ما باكلوش على طول يعني، وده اديله 10 من 10 زي ما احنا قلنا يعني. وده عصير الليمون ده مش اناناس اديله 8 من 10 زي ما انا قلت لكم. انتوا شفتوا يا جماعه ده كان تقييمنا للمنتجات المصريه كلها، واحنا على طول يا جماعه بنجيب منتجات مصريه والله على طول. وعلى المقاطعه ليوم الدين يا جماعه، لو انت دفعت حاجه في المقاطعه يبقى ذنب في رقبتك لحد يوم الدين يا جماعه. وكان تقييمنا للايس كريم نسيت، كان 10 من 10 الاثنين، بس والله ما عارف اجيبها لكم دلوقتي عشان انت سايحه دلوقتي، فمش عارف اجيبها لكم والله. وبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو انت مش مشترك في القناه انزل اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد يا جماعه.
وان شاء الله يكون الفيديو ممتع، واستنونا في الفيديوهات الجايه ان شاء الله، ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام.